لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyukai masjid maka Allah pun menyukainya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyukai masjid maka Allah pun menyukainya. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffala Allah liman kana al-masjidu baitahu bir-rauhi war-rahmah wal jawazi 'ala as-sirati ila ridwanillahi ila al-jannah. Dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan jaminan berupa rahmat dan dia bisa melewati sirat menuju keridhaannya yakni menuju surga. Dari Abu Darda radhiyallahu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa dan Allah menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya
dengan jaminan berupa rahmat, dan dia bisa melewati sirat menuju keridhaannya, yakni menuju surga. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syaitana dhi'bul insan kadhibil ghanami ya'khudhu asy-syatal qasiyata wan nahiyah fa iyyakum wasy-syi'aba wa 'alaikum bil jama'ah wal 'ammati wal masjid. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia sebagaimana serigala bagi kambing. Ia menerkam kambing yang menyendiri dan menjauh, maka hindarilah oleh kalian dari menyendiri di daerah perbukitan, dan hendaklah kalian berjamaah bersama orang banyak dan berada di masjid. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia sebagaimana serigala bagi kambing. Ia menerkam kambing yang menyendiri dan menjauh, maka hindarilah oleh kalian dari menyendiri di daerah perbukitan, dan hendaklah kalian berjamaah bersama orang banyak dan berada di masjid. Hadis riwayat Ahmad. An Nabi Sa'id radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا طاهرة زكية ترضى بها عنا، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشدته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا عصمته ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربه ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره وأصلحت شؤونه وفقهته وعلمته واستخدمته
ولا عدوا إلا كفيتنا شره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها ونجهتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك.